اذا حرتي واش تحضري لهم في الفطور في العشاء مدام ارواحي معايا، جبت لك هذه وصفه تاع السوفلي بيتزا بعجينه بزاف قطنيه خفيفه وحشو اكثر من رائع. شوفوا كيفاش المنظر تاعها راهو يشهي، يعني هذه كميه راح تكفي عائله كامله. تقدري تحضريها كوجبه، ما عليك غير تحتفظي بهذه لا فيديو على بالي بلا تحتاجيها من بعد. ما تنساوش باك تدعموني، طلعوا لي هذه لا فيديو اكسبلور هكا باش تدي اكثر عدد من المشاهده ويستفاد منها الجميع. نروح نشوفوا واش فيها العجينه. عندي هنايا كاس نتاع ماء دافي وزوج كيسان تاع حليب دافي. دائما نعبر انايا بالكاس هذاك تاع وليد. هنايا عندي مغرف كبيره نتاع خميره العجين ماشي معمره ونص مغرف كبيره نتاع سكر. خلطتهم كامل مع بعض، انا دائما نحضر هكا العجينه تاعي. ومن بعد زدت عليهم نص كاس نتاع الزيت كيف نخلطها مع بعض. درت 3 كيسان الاولين تاع الفارينه، ومن بعد زدت كيس تاع خميره كيميائيه لا ليفور، وزدت عليهم مغرف ماشي معمره نتاع الملح، وزدت كملت درت الفارينه. هذه الكميات تاكلكم قيله قريب 7 كيسان تاع فارينه على حساب نوعيه الفارينه بيان سور. المهم تبداو ديروا في الفارينه حتى تحصلوا على عجينه توجور تكون لاصق في اليد، ما تنشفوهاش. دائما هذه نقولها لكم، شوفوا القوام تاع العجينه كيفاش تكون. هكذا نغطيها ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها. بعد ما خمرت لي العجينه تاعي ديغازيتها وجيت هنايا قطعتها ديبول. هذه الكميه خرجت لي 5 تاع ليبول كبار، يعني 5 خبزات. هذاك قلت لكم الكميه هذه راح تكفي العائله يعني لا بس بها. الا كنتوا حابين تكون عائله صغيره اقسموا الكميه على 2، يعني يديروا كاس ونص تاع الحليب. هنايا توجور ندير الفارينه ونفتح العجينه تاعي، لازم تفتحوها رقيقه باش ما تجيكمش معجنه السفلي تاعكم. فتحتها هكذا جبت لاصوص طوماط فرشتها كامل. وهنايا الحشو اختياري واش حبيتوا ديروا. انا درت هنايا شويه تاع الدجاج، شويه تاع الزيتون فيلي، شويه تاع المعدنوس، درت الفرماج فانيك فرماج واش عندكم ديروا، فرماج رابي، فرماج ساندويش، فرماج فوندو كيما حبيتوا. هذا على حسب الذوق، على حسب الامكانيات تبعكم. راني غلقت السفلي تاعي مليح في الطراف، ومن بعد من الفوق ثاني زدت دهنته بشويه لاصوص طوماط، ودرت له كيف شويه تاع الزيتون، شويه تاع المعدنوس، ودرت له الفرماج. هنايا من الفوق كثروا الفرماج باش تجيكم الشكل تاعها هايل وبنين. فوالا هذا هو السفلي نتاعي الاول. الثاني كيف درت الحشو كيف برك من برا. السفلي دهنته، درت شويه تاع كريم فريش وزدت لها شويه جبن ابيض، سخنتها شويه فوق الفرن حتى درقت روحها، ومن بعد دهنت بها السفلي من الفوق بالبانسو ودهنت هكذا باش تجيني لاصوص بيضاء، يعني لاصوص بلانش. كيف درت لها الفرماج من الفوق ودخلتهم يطيبوا. وعندني حشو واحد اخر ثاني استعملته، كان اللي درت له هنايا لي فريت، وكان اللي درتهم لي كورنيشون، وكان اللي درت لهم كيف الفلفل مع شويه نتاع الدجاج واش حبيتوا ديروا. بنفس الطريقه كيف نغلق السفلي نتاعي وندهنه من الفوق بلاصوص. فوالا شعلت له من الفوق ومن التحت. شوفوا كيفاش الشكل تاعو شهي داخل الفرن كي يتنفخ هكذا، شهيتكم في الجنه. ما تنساوش دعموني باكسبلور، وما تنساو